الحقيقة يعني أنا كل جمعة موجود هنا في دار الضيافة في شارع الكورنيش على الكاظمية قرب ساحة عبد المحسن كاظمي. استقبل المواطنين من شتى أنواع المواطنين، الفقراء، المساكين، الأيتام، الموظفين اللي عاطين عن العمل، الشباب، الشابات، أنواع وأشكال. أتعلم منهم حقيقة، لأن أسمع، لأن يبقى أصبعي على نبض الشارع، فأتعلم منهم مشاكل الشارع شنو هي. أن يقرأ الإنسان بالتقارير شكل، وأن يسمعها من المواطن شكل آخر. طبعا نحاول أن نساعد المواطنين، هذا تعيين، هذا نقل، هذا رفع مظلمة، هذا مساعدة مادية، هذا نقل من خدمات، هذا يعني نحاول نساعدهم. بس شلون نقول احنا، الشق كبير والرقعة صغيرة. احنا هنا دكتور موفق، يعني ابن منطقتنا، او يقول باللهجه الدارجه ابن ديرتنا. مكاتبه مفتوحه 24 ساعه، خاصه يوم الجمعه هو يحضر بنفسه بانه يوقف على حل المشاكل مال كل المنطقه، يجوا من غير مناطق. فالرجل عندنا احنا مظلومين، عندنا ناس كتبهم طالعه بسبب الرعايه الاجتماعيه او في شيء. احنا الباب مال الدكتور موفق مفتوح 24 ساعه. ما اجينا على فالشغله لهاي اليوم، واذا مو راسا انطى صلاحيات الشيخ رعد الزبيدي، المصطفى، الياسر، يكملون لنا صلاحيات. اي واحد مظلوم يجيكم يطرق باب دكتور موفق الرباعي، راسا من يومكم يسووا كتاب يصعدوا الموفق الرباعي، كمل الى الدائره مباشره. عندنا هسه حمله جديده تفضل بها الدكتور بانه مال المعوقين، مبتوره رجلهم، الناس العجزه، الناس المرضى. تفضل جاب عرباين ما يقارب 250 عربان. احنا بدورنا بدنا نجيب اسماء الناس اللي مرضى، الناس المبتوره رجله، بدنا نقدمها الشيخ رعد الزبيدي، نقدمها للمكتب، تتنفذ خلال 3 ايام. يطلع وفد هناك يروح للبيت مالته، البيت المريض، ويقدموا ياله ويا باقه ورد وتبريكات، ويتمنوا له الشفاء ويطلعون. ان شاء الله 50 مظلوم. هاي عندنا احنا عندنا كمكتب عشائري، اكو ناس عندهم مظلوميه بفلان دائره، ناس عندهم مظلوميه بفلان وزاره، عندهم مظلوميه. الدكتور بنفسه وقف على اصل الكتب مالتهم، سوى لهم كتاب كل من وزارتك من هذا، ويتابعها بنفسه شخصيا يتابعها بنفسه. عندنا احنا كدورنا كعشائر، احنا بالكاظميه عندنا يجون يطرقون بابنا ناس كثير. احنا ما عندنا مانع نجيبهم يوم الجمعه، نلقى الباب مفتوح، نلقى الدكتور صدر رحب، وهاي شفت انت قدامك طبت على فجاه منو وياك جاي، منو وياك، يعني يدور وين ماك واحد عنده معوقه بدائره، معوقه بوزاره، معوقه بفشي، يوقف على حد الدكتور يسوي كتبها وجهود. الشيخ رعد احنا نوات نروح لعادل ايام الدكتور، بس الجمعه نتواجد الرجل ومطلع عليهم. الشيخ رعد يقوم محله، مصطفى، ياسر، استاذ زهير اللامي، كلياتهم نعطيهم صلاحيه يسوون كتاب، هو يوقعها الدكتور عن جهوزيه، وعنده بريد يروح عنده دائما يوميا او شبه يومي، يروح للدوائر ويكملها. أقدم الشكر الجزيل لسيادة الدكتور موفق الربيعي على المبادرة المفتوحة لفتح دار الضيافة لاستقبال المواطنين من كافة أنحاء العراق، اللي من البصرة، من الكوت، ومن العمارة، ومن كافة الطوائف. وفي فقرة يعني جدا لطيفة عند سيادة الدكتور، يعني الحزبية والطائفية ما يستقبلها أبد، ويسعى الخير إلى المواطنين، ويقدم كل ما هو يقدر عليه من مساعدات للمواطن الفقير. وأبسط فقرة كانت هسه سبق أحد المواطنين اللي لا يملك لا دار ولا راتب، قام وسعى له بإنشاء له راتب ليوفر له خدمته، وقطعة أرض سهل له المعيشة.